أن هذا القرار يمس المواطن في كل المجالات، فبدءا من رغيف الخبز إلى الخضار إلى الفواكه إلى كل متطلبات الحياة. لذلك فهو قرار ظالم ومجحف ويمس المواطن بصورة مباشرة. نحن نطالب بإلغائه بشكل فوري، أننا نقضى على آبار النفط وآثاره السلبية تأتي علينا، ويكون مكافأتنا هذا القرار الظالم بحق هذا الشعب. احنا ضد هالقرار هذا كليا من اوله لاخره. نستغرب بانه المازوت ما عم نستورده من برا والغاز ما عم نستورده من برا، كلياته ثروات باطنيه عنا وجتنا هالزياده هاي. نحن نعرف، نحن اولاد هالبلد، صار لنا عمر بهالبلد 40 50 سنه الاكثر واقل. كل سنتين ثلاثه او كل سنه يزود 10% 20% من اسعار المواد، بس مو تزود 300% بين يوم وليله. مرة تجي على السوق معها 3 4 أولاد وتحط أجار سيارة 3 4000 و 10000 بالروحة وبالجاية. يعني هي كيف صارت؟ مطالبنا هون طلاب مدارس، شباب، نسوان، بنات، إلغاء قرار 113. قرار مجحف بحق الشعب، قرار مجحف. الشعب تعب، الشعب له طاقة، الشعب ناطر عنده الصبر. يسقط القرار 117.